ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو كانت الآية خلصت عند الحتة دي كان تمام، لكن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بعد الكلمات دي: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فكان أحد السلف حتى لما يسمع الآية دي ينزل على ركبه ويقول: ما أغضب الجليل حتى حلف. وليه ربنا أقسم؟ فالقسم كما يقول أهل العلم إذا وجد في القرآن أو السنة فاعلم إنك بين يدي أمر جليل، يعني ربنا أقسم عشان يأكد عليك إن المسألة دي حقيقية. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فبنلاقي إن عندنا مشاكل في الرزق، وطبعا دي أكيد مشاكل في العقيدة، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. في أمثلة كتيرة جدا هنقولها، يعني مثلا تبقى تروح عند الكشك تلاقي راجل بيبيع سجاير، تقول له: يا عم أنت بتبيع سجاير ليه؟ يعني يقول لك: لا، سجاير ده هي اللي مشغله الكشك. يعني بص الكلمه، ده هي اللي مشغله الكشك. تروح لكافيه: يا عم انت بتقدم حاجات كويسه واكل ويعني وعصاير ايه لازمتها موضوع الشيشه ده؟ يقول لك: لا لا، الشيشه ده هي اللي مشغله الكافيه. واحد مثلا شغال شغلانه بنقول له بلاش تعملها، مثلا شغال كوافير حريمي مثلا، وبيقعد يعني يمسك طبعا شعر الستات والحاجات دي كلها. يا عم سيب الشغلانه دي، حرام. يقول لك: ربنا بس يرزقني غيرها وانا ابقى اتقيه. يعني بيقلب الايه، الحق سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك: لا، انا ادور على شغلانه ثانيه، او انا ربنا يرزقني بحاجه ثانيه وانا اتقيه. فيقول لك: لا، ما هو انا دي الصنعه اللي بعرف اعملها وانا مش مشكله، ان شاء الله ربنا غفور رحيم. واحد شغال في الربا، واحد شغال في بياخد رشوه، كله عنده مشكله في العقيده، ان هو ما بيقولش ان ربنا هو الرزاق، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقك سواء خدتها من طريق الحرام او من طريق الحلال، وان انت في السماء رزقك وما توعد. فانت مش مفترض ان انت يعني تتلاعب عشان توصل للرزق ده. فكتير مننا عنده مشكله في العقيده. من ضمن الامثله برضو ان حد يكون عايز يخلف، فيقول لك: انا رحت للدكتور وصرفت مصاريف وعملنا حقن مجهري وعياط وقصص، الدكتور ده فاشل. يا سيدي لا، ان الله هو الرزاق، هو عز وجل هو الوهاب. فلازم نقوي عندنا عقيدة الرزق دي، ولازم نقوي عندنا عقيدة يعني ان الحق سبحانه وتعالى هو الملك، هو الرزاق، هو الحكيم. فهو يعلم امتى يجيب لك الحاجة وامتى ما يحبسها عنك يعني.